في يوم جاتلي عروسة هدية، ومن أول لحظة دخلت بيتي حياتي كلها اتبدلت. وكل يوم كنت بحس إن هي بتبصلي. أنا مش من نوع الناس اللي بتخاف بسرعة، بس اللي حصلي من وقت ما وصلت العروسة دي خلى قلبي عمره ما يرجع زي ما كان. الهدية وصلت لي من غير اسم، بس باين عليها قديمة قوي، كأنها مستخدمة، بس لسه محافظة على شكلها. كانت لابسة فستان دانتيل أبيض زي العرايس زمان، وعينيها زرقاء وواسعة بس مرعبة، ومعاها ورقة صغيرة مكتوب فيها احتفظي بيها بس ما تخليش حد يلمسها. في الأول قلت هزار، يمكن من واحدة صاحبتي بتحب الرعب. بس في أول ليلة وأنا نايمة صحيت على صوت حركة خفيفة في الأوضة. فتحت عيني لقيت العروسة مش في مكانها، كنت سايباها على الرف، لكن لقيتها على الأرض متوجهة ناحيتي. قلت يمكن وقعت، بس تاني يوم لقيت حاجة أغرب، صورتها بالموبايل. ولما رجعت أبص على الصورة ملامحها مش نفس اللي كنت شايفاها. العيون شكلها مختلف، كأنها بتتحرك في الصورة. والأغرب ابتديت ألاقي شعر على المخدة مش شعري، نفس لون شعر العروسة. اليوم اللي بعده صحيت على صوت ضحك بناتي خفيف، مفيش حد في البيت غيري. دخلت الصالة لقيت العروسة قاعدة قدام المراية، مش واقعة، قاعدة فعلا بتبص لنفسها. وكان في بخار على المراية مكتوب فيه أنا كنت زيك وخدتيني. في اللحظة دي حسيت إن قلبي وقع. جريت أمسك العروسة، ولما شلتها حسيت كأنها بتتنفس. أيوة، جسمها كان دافي وبيلف في ايدي زي اكن عيل صغير. ومن هنا بدأت الحاجة الغريبة، كل يوم اصحى الاقي ملامح العروسة بتقرب من ملامحي اكتر، لحد ما بقيت شبهي، نفس الحواجب، نفس كل حاجة. وفي مرة وانا بمشط شعري حسيت بايد بتترج. ببص في المراية لقيت وش العروسة ورايا، واقفة على السرير وبتقلد حركتي بالظبط. صرخت وكسرتها، رميتها من الشباك، بس ما انتهتش. تاني يوم رجعت من الشغل لقيت العروسة قاعدة على السرير، وشها متغطي بشعري، وفستانها فيه نقط دم. بس المراية ما كانتش بتعكس صورتي، كانت بتعكس وشها بالظبط بس بعيوني. انا دلوقتي مش متأكدة اذا كنت لسه انا ولا هي اخدت مكاني. كل اللي اعرفه ان العروسة لسه موجودة.